عيني هذا الخفيفي. تعالوا وياي نبدأ بالمقادير والوصفة. عيني كيلو طحين أبيض متعدد الاستعمالات. هنا زبد 200 جرام، نصف قلاص زيت، وهنا قلاص حليب ما يعادل 250 جرام، وهنا عجوة مال تمر وعليها خاشوقة هيل مطحون مع حبة حلوة، وهنا ملعقة أكل هيل مطحون للعجينة، وهنا خاشوقة صغيرة مال ملح، وهنا ظرفين فانيلا وظرف بيكنج باودر. هسه ناخذ القلاص زيت نديره ونخلي عليه قالب الزبدة، وناخذه على النار شوية يعني نموعه، مو نسويه حار، يعني دافي مجرد تموع الزبدة حتى العجينة لا تصير سمرة، يعني ما تسمر. اوكي، هسه ننزل الهيل على الطحين وظرفين فانيلا وظرف بيكنج باودر، وراها ننزل الملح عليها وثلاث خواشيق شكر، ونخلط المواد إلى أن تتجانس، وننزل عليها بعد ما ذابت الزبدة نزلها على الطحين، نخلط المواد جيدا لابسها بالطحين إلى أن تصير على شكل يعني رملي، تصير رملية حتى كله يشرب الطحين بالزيت والزبد. حبايبي لا تنسون لايك واشتراك إذا شفتوا الوصفة بالصدفة، وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل المحتوى وكل وصفاتي. هسه ننزل حليب ونعجن، وإذا احتاجت حسب يعني الطحين المي حسب نوع الطحين، ما اكو طحين يمتص سوائل واكو طحين ما يحتاج سوائل. هسه نعجن ونشوف ايش قد يحتاج بعد، وحسب مادة الغلوتين الموجودة بالطحين. وهسه ننزل تقريبا نص قلاص ماي، ونعجن إلى أن تتلابس وتصبح بهذا القوام، يعني ما تتقطع بيدكم، يعني تصير هشة وناعمة، يعني ما تتقطع أثناء العجن أو أثناء ما نلفها نشكلها. هسه عندنا العجوة مالت التمر عليها خاشوقة مال أكل هيل أو الحبهان بغير دول يسموها، ونعجنها وعليها شوية زبد. هسه نبدي نشكل العجينة مباشرة، ما يحتاج تخمير ولا أبد. هسه نسويها أقراص متساوية حتى تطلع نفس القياس ونفس الوزن تقريبا. هسه نكورها إلى كور،
بعد ما كورت العجينة وكورت طلعت كمية هواي ما شاء الله، وكورت التمر، عجوة التمر. هسه نبدي بتشكيل الأقراص. باستخدام الشوبك أو باليد. والعجينة نفتحها ونشكلها حتى تصير على قد يعني عجوة التمر. ونفردها إلى ما تتكون قرص دائري. مجرد ما نفردها باليد ونعدل عليها بالشوبك حتى يجي قياس مضبوط، ونفرد العجوة مالت التمر بهالشكل. وهسه نثقبها بالشوكة للعجينة للأقراص كلها بالتساوي. قدرون تخلون بدل الزبدة دهن حار، يعني سمن حيواني أو سمن بلدي عادي، ماكو مشكلة، أي مشكلة ماكو. فأنا خليت المتوفر عندي هسه حاليا. ما شاء الله صارت كمية هواية من كيلو طحين. وهسه عندي هنا بيضة خليت وياها قطرات من الخل الأبيض، خفقتها ودا أدهن يعني، وبديت أدهن الوجه حتى يعطي لمعة ولون حلو. ومن بعدها تدخل الفرن. هنا خليناها وجبة بالتنور الكهربائي، يصير بالتنور الكهربائي عادي. وشوف النتيجة من تطلع. شوف النتيجة روعة، الريحة ما احكي لكم عبت البيت، وكلش طيبة ريحتها، يعني راقي بمعنى الكلمة. هاي الوجبة مال التنور الكهربائي. وهذه وجبة مال الفرن، خليتها على حرارة 200 درجة مئوية.
من الأسفل ثم الأعلى. هسه طلعان من الفرن وهاي النتيجة مالته الأوفن. وهذه بالتنور الكهربائي. شفتوا قدامكم مثل ما شفتوا، ما وضحتكم بالفيديو، بس ما احكي لكم الريحة عبت البيت كله والطعم خيال. سنفتح لكم وحدة، شوفوا شوفوا بطنها شلون مستوية وكلش طيبة راقية. وهذه ام التنور الكهربائي، يعني راقية كلش بمعنى الكلمة. اتبعوا خطواتي خطوة بخطوة والمقادير خطوة بخطوة وتنجح عندكم ان شاء الله الوصفة. كتبوا لي بالتعليقات من تسووها، ولا تنسون حبايبي لا تنسون لايك واشتراك، واذا شفتوا قناتي اول مرة لايك واشتراك تفعيل زر الجرس. اشكركم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.